يعني اليوم جبت لكم لحمة بعجينة. أول ما نضيف قلاص مي دافي، بعدين قلاص حليب دافي. أنا كاتبت لكم المكتوب كل شي يمكم بالفيديو. ونص قلاص زيت، قلت قلاص مي دافي، قلاص حليب دافي، نص قلاص زيت، خاشوقة شكر كبيرة، خاشوقة أكل طبعا، خاشوقة أكل خمرة فورية همتين تخلوها كبيرة. تخلون خل أبيض خاشوقة مالت أكل، تخلوها وتخلطون المكونات وتلابسوها مثل ما تشوفون. لما تتلابس المكونات اتركها شوي، بعدين نضيف عليها قلاص طحين، بعدين نضيف قلاص الثاني عليها ونخلط نخلط بيها لحد ما تنمزج كل المكونات سوية. بعدين نخليها ترتاح شوية ونرجع نضيف عليها قلاصين النوبة طحين. راح نضيف القلاصين النوبة طحين عليها، وهم نخلط بيها ونقلب بيها على مود شنو تتلابس العجينة مالتها. هسه بنات شوف، راح نضيف الرابع، نضيف باودر، ملعقة باودر صغيرة، نضيف شوية زيت زيتون مالتها طاسة على مود لا تتلزق، ونخلي العجينة بيها مثل ما تشوفون بنات. العجينة تكون كلش طرية، نغطيها ونتركها ترتاح لحد تقريبا ساعة ونص حسب ما تخمر انتو اشتغلوا بيها، مو مشكلة بس مو أقل من ساعة. راح نحضر الحشوة مالتها بنات. الحشوة مالتها نخلي زيت، ونخلي لحم مفروم، ونخلي بصل، وبعدين نثرم طماطة عليه ناعمة كلش، نسوي له حشوة الطماطة مالته، نثرمها ونخلطها وياها لحد ما تصير بهذا الشكل. وانتو بنات حسب رغبتكم، اذا تحبون تضيفون عليها جبن ماكو مشكلة، حسب الرغبة. أنا أخلي والله وياها جبن، بس أكو البقية لا ما يخلون جبن، يخلوها بس هيك لحمة العجينة. بعدها ندخلها بالفرن، لازم الفرن درجته 250، تدخلونها نص ساعة مو أكثر، حسب ما تحبون انتو رغبتكم. تريدوها مستوية كلش، تريدوها بس تلحقي من النار، حسب رغبتكم. شوفوا بنات تطلع لكم بهذا الشكل، وبألف عافية عليكم.